عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في مطبخ ماما إنعام. اليوم رح أعمل معاكم حلا كتير لذيذ وكتير رائع، ومكوناته سهلة وبسيطة جدا ومش غالية أبدا. حلو جوز الهند بالكريمة. نشوف المكونات مع بعض. طبق الحلو لليوم 4 باكيتات بسكوت، كاس صغيرة جوز الهند، نص كاس حليب سائل، باكيتين قشطة أو قيمر، وباكيتين أو مغلفين كريمة. راح ندير أول شيء مغلفين من بودرة الكريمة، وبعدين راح نحط هاي كمية الحليب السائل، هلأ راح نحط القيمر، وهلأ راح نخفق الكريمة مع القيمر وأرجع لكم. بعد ما خفقنا الكريمة مع القشطة راح نضيف كمية جوز الهند، نغمس حبات البسكوت بالحليب، وضروري نرتبها منيح. والآن راح نحط طبقة تانية بنفس الطريقة. هلأ راح نحط نصف كمية الكريمة ونوزعها بالتساوي. راح نحط طبقة أخرى من البسكوت بنفس الطريقة، بنغمسها بالحليب وبنرتبها فوق الكريمة. هلأ راح نحط النصف الثاني من كمية الكريمة المتبقية، وراح نفردها على سطح البسكوت بالتساوي. والآن راح نزين الطبق، وجه الطبق، بأي نوع شوكولاتة أو بسكوت محشي شوكولاتة أو دروجيه. أنا بصراحة راح أزينه بدروجيه مكسر، هاي أمامكم. مش ضروري الترتيب، بشكل عشوائي. تقدروا تزينوه بأي نوع مكسرات متوفر عندكم، أو حتى أي نوع فواكه مجففة أو طازجة المتوفرة في نفس الموسم. بعد ما خلصنا طبق الحلو مع بعض بنغلفه وبنتركه بالثلاجة مدة ساعتين أقل شيء. ده شكل الحلا أمامكم بعد ما تركته بالثلاجة ليلة كاملة. لحتى أشيل القالب بستخدم سكينة رفيعة، بحاول أحدد الحواف لحتى يعني أستخرج القالب بكل سهولة. الله، الطبقات كتير متماسكة مع بعض. هذا الطبق شهي جدا ولذيذ جدا وبارد. بتمنى إنكم تجربوه تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. لا، أنا راح أقطع الحلا هذا أمامكم. هلأ راح ناخد قطعة من هذا الحلا البارد الفاخر مكوناته البسيطة، وندوق ونشوف النتيجة وندوق الطعم مع بعض. خلصنا وصفتنا لليوم حلا جوز الهند بالكريمة. بتمنى إنكم تدعموني وتشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد.